تظاهر وانت كاسب للرهان كاسبه في رقه لين الوزن والقلب من جمالك والحسن زين وجهه زين خده زين عين وحبك يا مصادفتك تدفق في شراييني لاطفني ولا طفتك خذيت يدك بيديني تلاطفني ولا طفتك خذيت يدك بيديني أنا مرتاح من شفتك أحبك يا نظر عيني أعوف الناس ما عرفتك ولولا جنيك تعاديني ولولا أجلك تعاديني جمالك غير شيء ثاني ولا حد يشبهك مرة وحتى النجم والقمر ليلك ما لها لازمة ومن خلق الله أشبهك منهم فيك بالمرة حفظك الله يا وجه مسبب للبنات أزمة دلالك محرق قلوب طلعها حلم يربع الدلال اللي أهل الذوق من هزمه يربع الدلال اللي أهل الذوق من هزمه أخبر بالمشي ودعات بربود منك ما حتوه تشوف الحاسدين أبوايا تستسلم بالتزمه تشوف الحاسدين أبوايا تستسلم بالهزمه. السلام عليكم. السفاح الروسي الأشهر ألكسندر بيشوشكين والشهير بقاتل رقعة الشطرنج ومجنون بيستا بارك هو أحد أشهر السفاحين خلال العقد المنصرم، حيث إنه اتهم بقتل أكثر من 49 شخصا في منطقة جنوب غرب بيستا بارك في عاصمة موسكو، والتي وجدت بها جثث ضحاياه. فكان بيشوشكين طفلا اجتماعيا منذ صغره، ولكن الأمور تغيرت بشكل جذري منذ ذلك اليوم الذي سقط فيه عن أرجوحته، وضربت الأرجوحة جبهته عندما نهض. وأقر الأطباء في هذا الوقت أن تلك الضربة قد أضرت بجزءا من القشرة الأمامية للدماغ، وهذا الأمر عاد يكون له علاقة ببعض الاضطرابات السلوكية والميول العدوانية لدى الشخص المصاب. وبالفعل تحولت شخصية بيشوشكين إلى شخصية مندفعة وعدوانية للغاية، وكان بيشوشكين قد بدأ في تهديد زملائه بالمدرسة وتهديدات لفظية وجسدية. فقررت والدته